على من تطلق البدعة بإيجاز، ومتى يقال لهذا الرجل أنك مبتدع حتى لا يقع الرجل بالإثم؟ الشطر الثاني من السؤال مهم. أما الشطر الأول يعني شيء مكرر البحث فيه والجواب عنه. خلينا بقى نقسم سؤالك إلى قسمين. القسم الأول ما هو باختصار حتى أجيبك عنه؟ ما هو القسم الأول من السؤال؟ القسم الأول بقول يعني على من تطلق. لا، هذا القسم الثاني. أو متى يقال لهذا الرجل ما أنك مبتدع يعني. أنا فهمت أنه هذا هو القسم الثاني، وإذا كنت أنت طيب سمعنا شريط. أنا فهمت من سؤالك فائدة أخرى أنت تسأل عنها، لكن لما طلبت منك الإعادة اقتصرت على شطر من السؤال، وأنا هذا فيه خسارة إلي. فإن كنت ما عندك أنت ربح أكثر فنجيبك على هذا السؤال. وعليكم السلام. لا، أنا أريد حسب ما فهمت، بجوز أن أكون واهم، أنه في سؤالك قسمين. القسم الأول يتكرر البحث والسؤال عنه، مو مهم. القسم الثاني مهم. القسم الثاني مهم. هي ما هي البدعة هو الذي يتكرر فيه الكلام، أما ماذا يطلق هذا المهم. تفضل، لأنه هو أعاد تقريبا، بس سمعنا خليه يسمع صاحبنا اللي خسر الشطر الأول من السؤال. نعم. أنا أقول بالنسبة ما هي البدعة، يعني تكرر السؤال والجواب فأوجد الكلام. فأقول أولا البدعة هي كل أمر أحدث في الدين يراد به زيادة التقرب إلى الله. كل أمر أحدث في الدين أي لم يكن من قبل، ويراد به زيادة التقرب إلى الله عز وجل. أحدث في الدين هذا قيد، بمعنى لم يكن معروفا من قبل، لا في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد السلف الصالح. فإذا كان معروفا في عهد الرسول لم يكن بدعة. وهنا يظهر لكم أهمية هذا القيد للرد على المبتدعة الذين يحتجون بقول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح، مع أن صلاة التراويح كانت في عهد الرسول وهو سنها. إذن هذا التعريف أخرج مثل هذه البدعة التي سماها عمر وأطلق عليها أنها بدعة حسنة. لماذا؟ لأنها لم تحدث بعد الرسول، لأن الرسول فعلها. فإذا لاحظتم هذا القيد تفهمون أهميته. البدعة كل أمر أحدث في الدين أي لم يكن من قبل. ترى التراويح كانت وأمر بها الرسول ولسنا في هذا الصدد. أحدث في الدين ولم يكن من قبل. القيد الثاني يراد به زيادة التقرب إلى الله، زيادة التقرب على السلف الصالح، زيادة على السلف الصالح، على محمد صلى الله عليه وسلم ومن دونه. ما شاء الله، من يكون هذا الذي يريد أن يزيد في التقرب إلى الله زيادة على ما تقرب به رسول الله والصحابة الذين كانوا معه؟ هذا قيد مهم جدا ليقال له أنت خير أم أولئك؟ لا هم. إذن هم لو كان هذا خيرا لسبقونا إليه.